الميه او اللي هو الشرش يعني او المصل اللبن الرايب ده. هنا نزلت غالبيه الميه. هبتدي بقى ان انا افضيها في الحصيره الصغننه دي كده، هي زي ما بيعملوا الفلاحين، بس هم بقى حصيرتهم كبيره وبيفضوا فيها بقى اللبن بعد ما راب، ويعلقوها ويسيبوها تنقط لغايه ما تنزل ميه. اللي انا باخده ده لو انت سبتيه في الشاشه كمان كده مثلا ساعه او حاجه، خلاص تاخدي منه الجبنه القريش. بس انا هنا عشان اديله العلامه بتاعت الجبنه. لو ما عندكيش خلاص مش مشكله، هفضيه كله في الحصيره الصغيره دي. ده الشرش بقى اللي اتبقى عندي. طبعا انا مش برميه، وعملت لكم بيه حاجات كتير قبل كده. انا لو مش هعمل اي معجنات بفضيه في اكياس بتاعه التلاجة او الفريزر، واربطها واشيلها في الفريزر. وقت ما عاوزه هعمل معجنات بطلع كيس واعجن بيه. هنا بقى ببرم الحصير على الجبنه، وهحطها بقى على حاجه كده. ده غطا الطاجن الفخار. على فكره لو ما عندكيش الطاجن الفخار مش مشكله، في اي حله، بس المهم ان انت ما تحركيش الحله من مكانها. انا هنا بعد ما حطيتها في الصينيه والشبكه دي، حطيتها في التلاجة وسبتها حوالي 3 ساعات. انا متعمده ان انا اخدها مصفيه ميتها بالخالص خالص. دي انا وزنتها طلعت كيلو، يعني ال2 كيلو لبن بصراحه طلعوا لي كيلو. لو في الشتاء هيطلع لي اكتر من كده، مش هيطلع لي مش اقل من كيلو ونص جبنه. بس طبعا معروف ان لبن الصيف ما بيبقاش في دسامه وتركيز لبن الشتاء، لانه في الصيف بياكلوا علف وبياكلوا الحاجات ديت، لكن في الشتاء بياكلوا البرسيم، والبرسيم هو اللي بيدي القيمه للبن، وهو اللي بيديله الدسامه ان اطلع منه. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ ما فيهاش، شايفين بدوس عليها ما فيهاش ريحه الميه وما فيهاش اي مسام. الجبنه طلعت تحفه تحفه تحفه. بس انا هنا هاخد جزء منها وابتدي احوله لجبنه كريم.